ليه العاصمة الإدارية موجودة في المكان ده، وإيه الفايدة الاقتصادية اللي بتعود على البلد منها؟ فالفيديو ده هيتقسم لقسمين. أول حاجة هي ليه المكان العاصمة الإدارية موجود في شرق القاهرة. شرق القاهرة هي المكان ده مميز جدا وتم اختياره بعناية، لأن العاصمة الإدارية كانت هتكون موجودة في أماكن تانية في مصر زي العاشر من رمضان و6 أكتوبر وأماكن تانية كتير، مدينة السادات والحاجات دي كلها، ولكن هي تم الاختيار في الآخر إنها تكون في شرق القاهرة. طيب باختصار شديد كده، هي القاهرة اللي احنا عايشين فيها دي مساحتها قد إيه؟ هي 95,000 فدان. طب القاهرة الجديدة مساحتها قد إيه؟ 85,000 فدان. القاهرة القديمة دي اللي هي معروفة بالقاهرة الخديوية دي فيها 15 مليون نسمة، 10 مليون منهم بطايقهم قاهرة و5 وافدين. أما القاهرة الجديدة اللي اتطرحت سنة 2000 لحد 2024 هي 85,000 فدان والمستهدف السكاني بتاعها 5.5 مليون. بعد كده طبعا وجود العاصمة الإدارية كانت اتطرحت على 3 مراحل اللي هي 170,000 فدان، حاليا دلوقتي بقت 4 مراحل ب 237,000 فدان. كويس؟ فالمستهدف السكاني بتاع العاصمه الاداريه 6.5 مليون نسمه. فاول حاجه طبعا الزحف العمراني اللي يخف الازدحام الموجود في القاهره، طبعا يبقى في استهداف 6.5 مليون نسمه في العاصمه الاداريه. النقطه الثانيه نقطه امنيه، ان انت نقلت كل الوزارات والهيئات الحكوميه من اماكن متفرقه في القاهره القديمه الى مكان واحد موجود في العاصمه الاداريه. ده بيساعد على حاجتين، بيساعد ان احنا نقدر نامنها. تاني حاجه سرعه الحركه الموجوده للمواطنين. النقطه الثالثه هو مكان لوجستي. يعني ايه لوجستي؟ يعني انت حضرتك ربطت العاصمه الاداريه بالعين السخنه اللي بيفرق ما بينهم 65 كيلو فقط، وما بين العاصمه الاداريه وقناه السويس 65 كيلو فقط. فبالتالي المثلث ده اسمه مثلث التنميه. فربطت حضرتك العاصمه الاداريه بميناء العين السخنه اللي بيتم تطويرها حاليا دلوقتي، وده القسم اللي هنتكلم عليه اللي هو هيعود اقتصاديا ازاي العاصمه الاداريه على الدوله. وربطت برضو العاصمه الاداريه بقناه السويس، وده برضو في القسم الثاني ازاي العاصمه الاداريه اثرت بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري، وهتاثر كمان بشكل اكبر واكبر في الفترات اللي جايه. ده المكان شرق القاهرة بيحدها من جهة الشمال طريق السويس، ومن جهة الجنوب بيكون طريق القطامية العين السخنة، ومن جهة الغرب الدائري الأوسطي ده لو بيتوسط المدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. من الجهة الشرقية هيبقى البحر الأحمر، لأن العاصمة الإدارية هتكون من أول الدائري الأوسطي حتى العين السخنة أو البحر الأحمر. باختصار العاصمة الإدارية هيبقى ليها ظهير بحري وهو البحر الأحمر. ده كده اللوكيشن. تقسيم بقى العاصمه الاداريه من جوه، وايه المدن الجديده اللي من نوعيه مختلفه اول مره تبقى موجوده في مصر، وايه ناطحات السحاب اللي موجوده، وايه الجدوى الاقتصاديه بتاعتها، هيكون موجوده في الفيديو الجاي.